يا ناس يا عسل، الفنكوش نمرة 37 وصل يا بلحة يا ابن العايبة اللي دوبت كل الرجالة الخايبة. اسمع يا بلحة، اسمع وخلي شعبك يسمع. انت بتسرقهم ازاي انت والرجالة في القوات المسلخة؟ اسمع اسمع يا بلحة، اسمع. سمعت الرعد في ودانك. مش عارف الكلمة دي محمد اقولها ولا ما اقولهاش؟ قول يا بلحة، قول يا حبيبي. وما تاخذنيش. لا مؤاخذتك معاك يا اخويا. محمد عبد الحي. نعم يا حبيبي. انت بتقبض كام؟ بقبض 14200 جنيه يا فندم. طب يعني شيك بريكي وحمو عمو. الباقي يا محمد؟ الباقي يا حمو. 14200 جنيه يا فندم. من هنا لهنا يا حمو، والاخوه حمو. انتوا عارفين محمد عبد الحي مش غمض عينيه، غمض رمش شعرايه من جفن عينيه في مشروع زي كده يعمل له كل يوم 10 12 مليون جنيه كل يوم. وقد كان الريس طبعا زعيم العصابه بيرسم لهم الخطه وهم ماشيين عليها. طبعا هم محترفين زيه شيوخ منصر. محمد عبد الحي دوت كان رئيس مش عارف ايه المحميه، الزراعات المحميه، رئيس هيئه الزراعات المحميه. رئيس هيئه الزراعات المحميه زي ما سمعتوا كده طلع قال ان هو بياخد 14200 جنيه في الشهر. 14200 جنيه في الشهر في 12 ب 170400. قول 170000 جنيه. 170000 جنيه لما تضربهم في 15، وهقول لكم ليه دلوقتي انا بقول 15، ب 2,560,000 جنيه. خلاص قول 2 مليون ونص. 2 مليون ونص. محمد عبد الحفيظ حاطط في بنكه، يعني ده لو مش هياكل، لو عايش على الفوتوسينثيسيس بروسيس، عايش على التمثيل الضوئي، لا بياكل ولا بيدفع فواتير، لا بيدفع عربية ولا بيدفع مدارس عيال ولا كليات ولا جامعات ولا كسوة ولا لبسة للمدام ولا أي حاجة خالص. نهائي نهائي نهائي. عايش على التمثيل الضوئي، فوتوسينثيسيس بروسيس زي النبات كده. دخلوا بيته لقوه شايل في خزنة كده على جنب 700,000 دولار أمريكي. 700,000 دولار أمريكي لو ضربناهم كده في 35، الدولار أبو 35 على قديمه خالص، يعني أدينا دخلنا لنا في 25 مليون، 24 وكسور، يعني دخلنا لنا في 25 مليون. ولقوا ابنه عامل ترانزاكشنز لساعات بالهبل، أقل ساعة فيهم ب20,000 دولار. جاب الفلوس دي منين؟ عشان تعرفوا بس إن هو لطخكوا على قفاكوا، وإن انتوا عندكوا ذاكرة السمكة ومحدش بيحاسب. من آمن العقوبة أساء الأدب.